السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم غادي نحضر معكم تشيز كيك جد اقتصادي وسهل وسريع في التحضير. ان شاء الله نبداو الوصفه مباشره. هنا عندي 3 ديال العلب ديال البسكوي، اختاروا اي بسكوي نتوما كتفضلوه. كنضيف عليه 3 ديال الحبات، يعني 3 ديال الباكي ديال البسكوي زائد 3 ديال الحبات ديال البسكوي. كندوب 2 معالق كبار ديال الزبده. من الأحسن تكون زبدة من أصل حيواني باش تجيكم البسكوي يجي لذيذ بديك الزبدة. مهم كان نخدمها هكذا بيديا كما كتشوفوا، وكنخلي البسكوي هكذا حبيبات، يعني ما كنطحنوش مزيان باش كتبقى داك القرمشه في داك البسكوي. صافي كناخذ هذا المول المربع، ممكن انكم تاخذوا اي مول متوفر عندكم، يا مربع يا دائري، مهم اي شكل عندكم ديال الليمون استعملوه. صافي كنسرح البسكوي ديالي كيما على هاد الطريقه هادي. صافي وكناخد كاس وكنبدا نضغط بهاد الطريقه هادي حتى كنقادو على المول مباشره. كندخلها للثلاجه ونخليها تماسك. من بعد كناخد كاسرونه كنوضع فيها نصف لتر من الحليب وجوج ساشي من الفلو ديال الشينوا. الا توفر عندكم فلو فاني استعملوه، انا ما توفرش عندي داكشي استعملت غير هذا الفلو ديال الشينوا. هنا ضفت معلقه ونص ديال سنيده، ممكن تضيفوا اكثر. المهم الحلاوه كتبقى حسب الذوق. انا استعملت معلقه ونصف ديال سنيده، وغادي نضيف جوج ساشي ديال الفلو ديال الشينوا كما قلت لكم. صافي وغنخلط هاد المكونات على البارد، نخلطهم على البارد وغادي نحطهم فوق البوطه يطيب ويغلى ليا الفلو ديالي، يعني الفلو العادي اللي كنديرو العادي. هنا خديت 2 ديال البيرلي، 3 الفرماجات و5 ديال القطع ديال البسكوي، غادي نحطهم في الخلاط الكهربائي كما كتلاحظوا معايا. ومن بعد غادي يفيض داك الفلو، غادي نضيفو مباشره كما كتشوفوا. غنضيفو فوق البيرلي والفرomاج والبسكوي وغنطحنهم مزيان. للاسف اخوتي مشات لي هذيك اللقطه اللي فيها كندير الكريمه فوق البسكوي، مشات لي الطبقه الثانيه. للاسف انا كحسب لي كنصور، ولكن انا راه ما كنصورش البنات، سمحوا لي بزاف بزاف على ديك اللقطه. المهم راه ما تصوراتش معايا. هنايا من بعد خليت الكريمه كتبرد في الثلاجه، يعني الطبقه الثانيه. خديت كاس ونص ديال الليمون، عصير الليمون اللي عصرته وصفيته، كاس ونص حتى لجوج كيسان اللي متوفر. كنضيف فيه ظرف ديال فلو ديال الشينوا و3 المعالق حتى 4 المعالق ديال السنيده، على حسب الليمون. الا كان حلو غديروا غير 3، الا ما كانش حلو غديروا 3 4، المهم على حسب الحلاوه ديال الليمون. انا بصراحه درت 3 ديال المعالق حيت كان اصلا الليمون شويه حلو، يعني ماشي حامض. صافي وضفت معلقه كبيره ونصف من كريم باتيسير او نشا الذره اللي متوفر عندكم. انا درت كريم باتيسير معلقه ونص. صافي كنحطه فوق البوطه حتى كيغلى. صافي وكنضيفو فوق الكريمه البيضاء، يعني ها هو راه ضفتو هنايا. المهم كنستسمح لان حتى هنا راه ما تصوراتش ليا، انا عند بالي راه كنصور ولكن الفيديو راه كان ما كيصورش، يعني مشات لي اللقطه. المهم كنعتذر منكم. هنا منين درتها غادي ندخلها مباشره الثلاجه وغنخليها واحد 3 ولا 4 سوايع على الاقل حتى تماسك. خديت ليمونه وقطعتها على هذا الشكل وزينت بوريقات ديال النعناع. كيبقى تزيين اختياري، زينوا بداكشي اللي متوفر عندكم. كما كتشوفوا من بعد ما بردات مزيان، هنا غادي نحيد هاد هاد الاطار من تشيز كيك، كيتحيد بسهوله. وشوفوا معايا ما شاء الله اللهم بارك كيفاش كيجي التشيز كيك، كيجي رائع جدا جدا جدا. لان شوفوا الطبقات يعني كيجيو متساويين، وكل طبقه يعني مفرزه، وكل طبقه يعني واضحه، يعني كل طبقه واخده حقها ونفس القياس في كل طبقه ما شاء الله.
كما كتلاحظوا معايا كتجي رائعه ومنعشه، وهذا هو وقتها البنات. كنتمنى تجربوها لان كتستحق التجربه، شي حاجه طوب ديال الطوب، وانا متاكده غادي تعجبكم لانها منعشه وكما قلت لكم سهله وسريعه ديال التحضير ولذيذه مذاقها منعش جدا جدا. نتمنى تجربوها لانها تستحق التجربه، وسهله كما لاحظتوا دغيا كتوجد، يعني ما كتاخذش منكم وقت وسهله في التحضير ديالها. نتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعاليق، انا متاكده غادي تعجبكم كما عجبت الضيوف ديالي اللي حمقاتهم وعجبهم داك المذاق ديال كل طبقه، وداك كل طبقه كتكمل الاخرى ما شاء الله. يعني طبقه ديال البسكوي كتمشي مع ديك الطبقه ديال الكريمه اللي جات لذيذه، وكذلك الطبقه ديال الليمون ما شاء الله. يعني طبقه كتكمل طبقه ما شاء الله، كتجي رائعه. ونتمنى تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير. وشكرا لكم على المشاهده، واللي وصل معايا او وصلت معايا حتى لهنا نتمنى ما تنساونيش من لايك والاشتراك في القناه وشي تعليق زوين بحالكم. الله يجزيكم بالخير وشكرا لكم على المتابعه ديالكم. نخليكم مع الفيديو ونقول لكم مع السلامه الى فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.